السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من اكبر النجوم الكرويه المغربيه والعالميه اللي هو اشرف حكيمي. هذا اللاعب هذا قلب الدنيا بالموهبه ديالو مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان وحتى مع المنتخب المغربي. الموضوع اللي غادي نتناولوه اليوم هو واش حكيمي يستاهل الكره الذهبيه لهذا العام هذا ولا يقدر يربحها ديال بصح. اليوم غادي نشوفوا بالتفصيل الموسم ديالو والاحصائيات ديالو والتحديات اللي قدامه او اللي كيواجهها. خليكم معايا، ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وخلينا نبداو. اول حاجه نبداو بها اللي هي الفرقه اللي خلات حكيمي يبين الموهبه ديالو واللي هو الفريق ديالو باريس سان جيرمان. في الموسم ديال 2024 2025 اي الموسم ديال السنه الماضيه، باريس سان جيرمان دارت ثلاثيه تاريخيه اللي دا فيها الدوري الفرنسي وكاس فرنسا والدوري ابطال اوروبا. وما نساوش التالق ديالهم في كاس العالم للانديه اللي وصلوا فيه حتى الفينال ولكن ما داوش. هاد الالقاب هذه ماشي غير انجاز للفريق ولكن سبب رئيسي اللي يخلي اي لاعب يدخل في سباق على الكره الذهبيه. واللي زاد من القيمه ديال هذا الانجاز هذا هو الرحيل ديال كيليان مبابي لريال مدريد في الصيف ديال 2024. وبالمناسبه من بعد ما رحل كيليان مبابي على الفريق ديال باريس سان جيرمان ومشى لريال مدريد، بزاف ديال الناس خافوا وقالوا بان باريس سان جيرمان غادي يرجع ضعيف بلا كيليان مبابي. ولكن المدرب لويس انريكي اللي بنى فرقه متكامله وخلى الاظهره بحال اشرف حكيمي يكونوا سلاح سري في الهجوم. حكيمي تحول من ظاهر ايمن عادي لنجم كيلعب بحال المهاجم. في كاس العالم للانديه سجل جوج ديال الاهداف وصنع جوج ديال التمريرات حاسمه في 7 ديال الماتشات. هذا الشيء ماشي ساهل وهو دليل على ان حكيمي مهم بزاف بالنسبه للفريق ديالو. ولكن واش الالقاب الجماعيه كافيين؟ الكره الذهبيه خاصها اداء فردي قوي، وهنا غادي نشوفوا كيفاش حكيمي كان نجم من نوع اخر. اول حاجه نبداو بها واللي هي الاحصائيات ديال اشرف حكيمي في الموسم اللي فات اي 2024 2025 واللي هو براسو سماها ماشي طبيعيه. وغادي نهضروا على التصريح هذا ديال حكيمي من بعد. في 55 ماتش في جميع البطولات سجل 11 جول وصنع 16 تمريره حاسمه، يعني 27 مساهمه تهديفيه. هذا الرقم هذا كسر الرقم القياسي ديال داني الفيز ب 25 مساهمه كافضل ظهير في التاريخ. هذا الشيء ماشي احصائيات ديال المدافع، هذه احصائيات ديال نجم عالمي. في الدوري الفرنسي سجل 4 ديال الاهداف وصنع 8 ديال التمريرات حاسمه، وفي دوري الابطال زاد 4 ديال الاهداف و5 ديال التمريرات حاسمه. والاهم انه سجل في ادوار حاسمه في ربع نهائي والنصف النهائي وحتى النهائي. بالنسبه الى جينا نشوفوا شحال من مدافع دار هذا الشيء هذا غادي نلقاو قليل بزاف ديال المدافعين. دابا ندوزو في الاداء الدفاعي ديال اشرف حكيمي اللي كان قاصح بحال الحجره في المكان ديالو، واللي حقق 48 تدخل ناجح 31 اعتراض للكره في الدوري الفرنسي. ولكن اللي خلاه مميز هو السرعه ديالو اللي كتخلع 36.92 كيلومتر في الساعه في دوري الابطال، يعني اسرع لاعب في البطوله. هاد السرعه خلاتو يتحرك بحال مهاجم تاني وكان كيربك المدافعين ديال الخصوم او لا كيخوفهم. بالرغم من هاد التالق هذا ديالو، حكيمي عنده تحديات كبار قدامه. الاولى واللي هي الكره الذهبيه، وعاده كتكون للمهاجمين فقط او صناعين الالعاب. وبالنسبه لرجعنا شويه اللور لقاو اخر مدافع اللي ربح الكره الذهبيه هو فابيو كانافارو 2006، وهذا الشيء نادر بزاف. المنافسات هذا العام قويه مع لاعبين بحال عثمان ديمبيلي، لامين يامال وروبرتو ليفاندوسكي اللي عندهم احصائيات هجوميه قويه وشعبيه اعلاميه كبيره. زيد عليها كاين نوع ديال التحيز ضد اللاعبين الافارقه. من بعد جورج ويا في 1995 ما كاين حتى شي لاعب افريقي قدر يربح الكره الذهبيه، رغم ان لاعبين بحال محمد صلاح وساديو ماني كانوا قرابين بزاف. حكيمي بحال لاعب عربي افريقي اللي كيهز الامال ديال قاره كامله، ولكن الاعلام الغربي ممكن ما يكونش في الصالح ديالو. اما بالنسبه للقضيه اللي عنده او المشكل اللي حصل فيه حاليا واللي اتهم بها في 2023 بالرغم من انه قال بلي انه بريء والحقيقه غادي تبان، هذه القضيه ممكن تاثر على تصويت الصحفيين، خاصه ان هذا النوع ديال القضايا حساس بزاف. دابا نرجع على الهضره اللي قلنا قبيلاتي. حكيمي اللي وصف راسو في تصريح الكانال بلس قال الاحصائيات ديالي ماشي طبيعيه. واحد من المدافعين اللي يسجل في الادوار الحاسمه يستاهل جائزه اكثر من المهاجم. Cuando les gens ils me mettent sur les débats comme je dis des ballons d'or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant
si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. ولكن في تصريح الماركة كان متواضع وقال الأمر راجع للصحفيين، ولكن أنا فخور غير بكوني جزء من النقاش، يعني أنهم يهضروا عليه فقط. بالنسبة للدعم ديالو ما جاش غير منه فقط، حتى المدرب هيرفي رونالد اللي درب المغرب من قبل قال أن أشرف حكيمي أحسن لاعب في العالم وغادي يكون من الفائزين بالكرة الذهبية. الدعم هذا من مدرب كبير بحال رونالد كيزيد من قوة ترشيح حكيمي للكرة الذهبية. دابا السؤال المطروح، واش حكيمي يستاهل الكرة الذهبية؟ من ناحية الأداء الفردي، الإنجازات الجماعية والتأثير ديالو كظهير عصري، حكيمي مرشح قوي بدون أي شك، واللي قلب تعريف ديال دور الظاهر وكسر أرقام قياسية وساهم في ثلاثية تاريخية لباريس سان جيرمان. ولكن واش غادي يقدر يكسر الهيمنة ديال المهاجمين والتحيزات الإعلامية؟ هادشي راجع للتصويت ديال الصحفيين في 22 شتنبر 2025. حكيمي ماشي غير لاعب، هو رمز للطموح المغربي والعربي والأفريقي، سواء ربح الكرة الذهبية ولا لا، فقط أنه كتب سميته في التاريخ كواحد من أحسن المدافعين في العصر ديالنا حاليا أو لا في العصر الحديث. خوت، هكا كنكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. شكرا بزاف على المتابعة. قولوا لنا في التعليقات واش كتعتقدوا أن أشرف حكيمي يقدر يربح الكرة الذهبية. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. في أمان الله.